فضيحة الفنانة المصرية عايدة رياض مع المذيع نزار الفارس العراقي وإفصاحها عن زواجها العرفي رغم أنها تدين بالدين المسيحي. والديانة المسيحية السامحة ما فيهاش زواج عرفي على حد قول السادة القساوسة. المستشار نجيب جبرائيل تقدم ببلاغ ضدها لأنها بتدعي على المسيحية ما ليس فيها. مستشار نجيب هو رئيس منظمة اتحاد مصر لحقوق الإنسان. بعد ما سمع اللقاء هو وكتير من إخواننا المسيحيين بدأوا يحسوا إن في شيء غلط في عايدة رياض، إنها بتحاول تذكر ما ليس في الديانة المسيحية السامحة. إيه اللي حصل؟ وإيه اللي خلى الفنانة عايدة رياض قالت كده؟ الفنانة عايدة رياض اللي عندها 71 سنة تقريبا، من مواليد سنة 53 وتحديدا في 23 يناير، في لقائها مع نزار العراقي اللي دايما كل حلقاته بتكون ترندات، ومعرفش ليه هو بيختار الفنانات المصريات وبيعرف يطلع منهم كده اشياء غريبة، زي مثلا قصة صاحبة انا اسف يعني المؤخرة اللي كانت بتتباهى وبتقول ربنا اداني شيء حلو فاما بنعمة ربك فحدث، وزي برضو قصة الحجاب مع الفنانة نجوى فؤاد وكلامها عن الحجاب وعن ارتدائه من عدم ارتدائه. طب يا ترى ايه اللي حصل مع عايدة رياض؟ وايه قصة انها تزوجت عرفي لمدة 10 سنوات من راجل بره الوسط خالص، وبتقول محدش ابدا كان يعرف عن الزواج، وبتؤكد ايوه كل الاديان فيها زواج عرفي. ايه اللي حصل وايه التفاصيل وايه مضمون اللقاء؟ ده اللي هنتعرف عليه يا كابر سوية من خلال الفيديو، فضلا منكم وليس امر. ابقوا معنا للنهاية. حبايبنا محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بحضراتكم، تحية طيبة من قناتكم ومن اخوكم ابو وليد، في لقاء مع نزار الفارس العراقي اثار مواقع السوشيال ميديا مع الفنانة عايدة رياض. عايدة رياض اللي بدأت حياتها فنانة استعراضية، وكانت مع محمود رضا في الفن الاستعراضي، من بعدها بدأت تدخل مجال الفن. فضلا منكم وليس امر، يا ريت لايك للفيديو، شرف لينا. اللي مش منورنا يتفضل ينورنا باشتراكه في قناتنا المتواضعة. عايدة رياض تزدري الدين المسيحي. المستشار نجيب جبرائيل يخرج عن صمته هو ومروة صبري. يا ترى فين؟ في تصريح أخير للمستشار نجيب جبرائيل طلب فيه أن تتم محاكمة عايدة رياض لأنها تزدري الدين المسيحي بتصريحاتها الأخيرة. ويذكر أن المستشار نجيب هو رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وسنتعرف عن كافة التفاصيل من خلال الفيديو. من ضمن تصريحات عايدة رياض مع الإعلام العراقي نزار الفارس أن الزواج العرفي موجود في كل الأديان، ويذكر أن هذا التصريح يعد مخالفا للمادة رقم 98 مقرر عقوبات. طبعا مفيش شك أن تصريحات الفنانة عايدة رياض مخالفة تماما للدين المسيحي. ده طبعا المستشار نجيب جبرائيل هو اللي بيقول، حيث أن الزواج خارج الكنيسة يعد زنا ولا يعترف به. والفنانة عايدة رياض بنفسها قالت إنها تزوجت لمدة 10 سنين عرفي. هل تعتبر ال10 سنين دي زنا؟ في لمحة بسيطة جدا أنا مستغرب لها، هو ليه الناس ما اتكلمتش عليها أيام ما تزوجت في العلن من محرم فؤاد مسلم؟ والمسيحية السامحة بتمنع ده، ما ينفعش مسيحية تتزوج من مسلم، لكن إسلامنا ينفع فيه إن المسلم يتزوج من كتابية يهودية كانت أو مسيحية. الغريب إن أيام محمد فؤاد محدش اعترض، لكن لما أعلنت مع نزار إنها تزوجت عرف لمدة 10 سنوات بدأت بعض الناس تعترض وتقول إن المسيحية السامحة ما فيهاش زواج عرفي. لا شك أن تصريحات عايدة رياض مخالفة تماما للدين المسيحي، ده طبعا على لسان كتير من إخواننا الأقباط والمستشار نجيب، وأن الزواج خارج الكنيسة يعد زنا. ويذكر أنها تزوجت عرفيا، أو يذكر أنها تزوجت عرفيا لمدة 10 سنوات قبل زواجها من الفنان محرم فؤاد. وده اللي احنا بنقوله، يعني قبل محرم فؤاد تزوجت لمدة
10 سنين عرفي. من بعدها أعلنت زواجها من محرم فؤاد، يعني مش قصة شرعي، زواج معلن. أعلن نجيب جبرائيل أن كل تصريحات عايدة رياض مهينة للديانة المسيحية، حيث صرحت أن الزواج العرفي موجود في كل الأديان، كما صرح جبريل أن الزواج في المسيحية يعد سر مقدس، ويذكر أن تلك التصريحات تهدد السلام الاجتماعي. طبعا أنا بتفق مع حضرته جدا، لأن كون واحدة مشهورة وتطلع تقول إن في زواج عرفي في المسيحية ممكن كتير من بناتنا يجلدوها. وفي الوقت الحالي وبعد إعلان نجيب جبرائيل فإنه يستعد لإعداد مذكرة قانونية من أجل تقديم كافة الإجراءات القانونية التي تدين الفنانة عايدة رياض. الغريب في الأمر إن الفنانة عايدة رياض من مواليد 53، يعني أساسا ما هياش محتاجة لكل اللي بتعمله ده. لما المستشار نجيب طلع وصرح، طلعت هي تاني على صفحتها وقالت انت تعرف يا معالي المستشار ان انا بحبك واقدرك، لكن الموضوع كله كان هزار من اجل الترند، وانها على لسانها بتقول انها اتفقت هي ونزار ان هم عايزين يعملوا ترند، وعشان كده بدأت تتكلم في الموضوع ده. لكن مع بالغ احترام وتقدير لتصريحها الاخير، مفيش ترند في الاديان. ما ينفعش ان انا العب بالاديان واقول انا عايز اعمل ترند. كل انسان بيدين بما يشاء. إذا كان مؤمن بالمسيحية لابد إنه يتبع الأوامر والنواهي اللي فيها. يعني مبلغ علمنا إن الكنيسة بترفض الزواج خارجها. مفيش حاجة اسمها زواج غير معلن أو زواج عرفي، ولا حتى في الإسلام. الزواج هو قبول، هو إشهار، هو مهر، هو ولي. ما عدا ذلك بيعد تحت ما، يعني أنا آسف إن أقول، زنا. الزواج العرفي اللي بين اتنين ويضرب ورقة كده عند أي محامي، ده يا سادة لا يعد زواج. لابد من إعلام الولي. إذا كان الأب موجود لا ولاية في وجود الأب، إذا كان مش موجود يبقى وليها. زائد طبعا الإشهار، زائد القبول، زائد المهر. دي الأربع شروط في الزواج. ما عدا ذلك له مسميات تانية، ما ينفعش إن احنا نقول عليه زواج. هل يا ترى هيتقدم معالي المستشار نجيب بمخاصمة الفنانة عايدة رياض لأنها بتزداد الدين المسيحي؟ هيبان في الأيام المقبلة، وهنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد في هذا الموضوع. نشكركم ونترككم في حفظ الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم مجددا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.